السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم الشاهدة الحدث وإليكم التفاصيل. اللقجة المغرب سيترشح لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة. لنشاهد التفاصيل. أكد فوزي لقجة أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتحت مجموعة من الأوراش للنهوض بكرة القدم الوطنية لتصبح رائدة على المستوى الجهوي والقاري والدولي. وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن سقف متمنيات الجماهير المغربية لا حدود لها، داعيا جميع المسؤولين عن كرة القدم داخل القاعة بوضع برنامج عمل قابل للتطبيق يهدف إلى النهوض بهذا النوع من الرياضة، لا سيما أن المغرب سيقدم ترشيحه لاستضافة النسخة المقبلة من نهائية كأس العالم للفوتسال. من جهته عبر هشام الدكيك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن سعادته بالاستقبال الذي حظيت به بعثة النخبة الوطنية بعد عودته من أوزباكستان، مؤكدا أن العديد من الإكراهات وقفت ضد أسود الأطلس في هذه المنافسة العالمية. بدوره شكر سفيان المسرار عامل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الظروف التي وفرتها لجميع عناصر النخبة المغربية، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل لرفع التحدي مستقبلا والحفاظ على المكتسبات. ووجه طه المنصوري رئيس العصبة الوطني لكرة القدم المتنوعة الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة السيد فوزي لقجة على الإمكانيات التي وفرتها للمنتخب الوطني خلال هذه البطولة العالمية.